إحصائيات بتقول إن حوالي 39 مليون شخص بيعانوا من العمى حول العالم، وحوالي 285 مليون شخص عندهم ضعف بصر. تخيلوا الحياة من غير رؤية واضحة، من غير ما تعرف مين حواليك، تقدر تمشي بأمان في مكان جديد. دي مش مجرد إحصائية، ده واقع وناس كثيرة بيعانوا منه كل يوم. إحنا فريق فيجنري إيد من أكاديمية تيكاتيك. محمد ربيع عبد الغني، أنا هشام نبيل، أنا حنان. فكرتنا هي سمارت لينك جلاسز، نظارات مبتكرة ومجهزة بتقنيات حديثة تساعد الناس اللي عندها مشاكل في البصر إن هم يعيشوا حياة سهلة وآمنة. النظارات دي بتوصف البيئة المحيطة صوتيا وتقرأ النصوص وتعرف الأشخاص وتتعامل مع الموبايل بسهولة. هدفنا إن احنا ندمج التكنولوجيا في حياة الناس عشان نديلهم الاستقلالية والحرية اللي محتاجينها. تعالوا دلوقتي أشرح لكم جزء الهاردوير في المشروع بتاعنا. الأجزاء الهاردوير اللي احنا استخدمناها في المشروع بتاعنا، أول حاجة استخدمناها مايكرو كنترولر الأردوينو عشان نقدر نتحكم في الأكشويترز والسنسورز اللي معانا. استخدمنا سنسور الألتراسونيك عشان نقيس المسافة ونتفادى العوائق. استخدمنا الكام بتاع اللابتوب عشان نشغل عليه جزء ال AI اللي هو عبارة عن السبيتش والتكست ريكوجنيشن والتكست تو سبيتش. وحطينا في الروبوت بتاعنا اكستنشن ال LCD ينفع المستخدم يشيلها ويركبها تاني بسهولة، علشان المستخدم بتاعنا لو بيشوف بس مبيعرفش يسمع. واستخدمنا البازر للتنبيه. وعلشان خاطر نجهز المشروع بتاعنا للسوق، جهزنا ليه مكان للكام نقدر نستخدمها مع الأردوينو. وكمان عندنا فيتشرز كتير في المستقبل، انتظرونا. تعالوا دلوقتي أوريكم البرمجة. السلام عليكم، انا اسمي هشام نبيل، والنهارده هنشرح لكم الاب بتاعنا. ومعانا اول ايكون وهي الانفو، ده ملخص عن المشروع بتاعنا. ولما باجي ادوس هنا بيخليهولنا عربي. وتاني ايكون معانا وهي الستوري، دي الستوري. والمشروع بتاعنا بيساعد الأصم والأبكم والأعمى. تالت ايكون وهي السبورت بيسألني اسمي وبيخزنه في variable اسمه نيم، وبعدها وكذلك بيعمل كده في الميل والفون نمبر والبروبلم. هكتب النيم بعدها الميل بعدها الفون نمبر بعدها البروبلم اي حاجة، وبعدها اعمل سبميت وهيقول لي ثانك يو وهيرجعني على الهوم بيج. رابع ايكون وهي الابليكيشن. اول ما ادوس على الابليكيشن هيجيب لي ساين اب وساين ان. هفتح الساين اب. اول حاجه يسالني النيم وهيخزنه في variable، والفاريبل ده يتخزن في list. بعدها يسالني الميل، لازم يبقى فيه @و.com. غير كده هيفضل يسال الميل. بعدها يخزن الميل في variable ويخزنه في list. بعدها يسأل الباسورد، والباسورد لازم يبقى أطول من 3 حروف أو أرقام، ولازم يبقى فيه هاشتاج. غير كده هيفضل يسأل الباسورد. بعد كده هيخزن الباسورد في variable اسمه باسورد وزيرو، وبعدها يخزنه في list اسمه باسورد. هكتب النيم والايميل بعد كده الباسورد هاشتاج. بعدها سبميت وهاجي اعمل ساين ان. هيسألني اسمي، وبعدها لازم يبقى اسم متخزن في الساين اب عشان يدخلني. غير كده هيفضل يسألني عن النيم وكذلك في الباسورد. عندي هنا 5 ايقونات. هنشرح الاب. انا استعملت في الاب 3 من ال AI وهما text to speech و speech recognition و text recognition.
عندنا هنا 5 ايكونز، واول واحدة فيهم هي text to sound. اول حاجة بيسألني what do you want to say، وبعدها بيقول الكلام اللي انا كتبته. يعني مثلا هدوس عليها واكتب تاني واحدة speech recognition. الكلام اللي انا بقوله بتعرضه على ال LCD. ودي التالتة text recognition، بيقرا الكلام وبيقوله. دلوقتي هنجرب ال text recognition، وانا هعمل فليب عشان هو بيقرا الكلام بالمعكوس. ودلوقتي هنروح على الالتراسونيك. الالتراسونيك هيقيس المسافة ما بين الشخص والحاجة اللي قدامه اللي هيخبط فيها. ولو المسافة أقل من 10 هيشغل من رقم 9 اللي هي البزر، وهيقوله be careful you have a hindrance. غير كده هيقفل البن رقم 9 اللي هي البزر. وكده خلصنا شرح الابليكيشن بتاعنا. مع السلامة. يلا بينا نجرب الروبوت، نشوف ازاي السمارت جلاسز غير حياة ناس كتير. اول لما بندخل على الاب وندوس ساين ان، الالتراسونيك بيشتغل على طول. فعشان كده اول لما احنا نحط ايدينا عند الالتراسونيك بيقول لنا بي كيرفل اهو. Be careful, you have a hindrance. وكمان النضارة بتاعتنا تقدر تحول التكست لصوت. My name is Yahya. كمان ممكن تقرأ الحاجة اللي انت عايز تقرأها. The soldiery can be bought and sold out of Barter AW. How are you? كل إنسان من حقه يعيش حياة مستقلة. خلي التحديات. السمارت ليفينج جلاسز مش مجرد جهاز، حياة جديدة وفرصة حقيقية. أي حد بيعاني من مشاكل بصرية إنه يتحرك بأمان ويتواصل مع الناس. وكمان لأي حد بيعاني من مشاكل في السمع، ولأي حد ما بيعرفش يتكلم. نخلي كل دول يعيشوا يومهم بشكل طبيعي. مشروعنا عبارة عن حل بيغير حياة ملايين من الناس، بيدمجهم في المجتمع بشكل أفضل. بدعمكم نقدر نحقق الحلم، نخلي التكنولوجيا في خدمة الإنسان.